بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. معاكم بدر الدكتور من خطيط المنصورة. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنشرح النسخة اسمها سبيدر كاش للميديا، بتسيف اللي هي الفيديوهات زي اليوتيوب ومواقع تانية أخرى فيها الفيديوهات. وإن شاء الله أنا عامل الشرح بس كده أول جزئية اللي هي عن طريق مكنة فيجوال ماشين، وبعد كده تسطبوها انتم على نسخة كيسة أو أي حاجة عادية منفصلة. المكونات الكيسة بتتكون، انا عملت مثلا الرامة 2 جيجا، ممكن تعلي تخليها 4 او 8 زي ما انت عايز، والبروسيسور زي ما انت عايز برضه نفس النظام، فكل ما يكون اعلى يكون افضل. وتركب عندك هاردين، انا مركب في الفروم وير هارد الجزء الاول 50 والهارد التاني برضه 50، والصدور مركب فيه النسخة، والكارت اللان كارت واحد بس. تمام. ونبدأ كده على بركة الله، نبدأ الستارت بداية النسخة. كده يا جماعة الاسطوانة بقيت معانا، هي دخلت أول مرحلة. هنختار أول لغة اللي هي الإنجليش وأدوس إنتر، هيبتدي يجمع معايا وهيقول لي الاكتمال برضو أدوس إنتر أو مسطرة. تمام، هدوس مسطرة اهيت ومسطرة كمان. بيقول لك عندك الهاردين، عايز تختار أنا هارد فيهم اللي تنزل عليهم النسخة، فبختار دايما الهارد اللي يكون زيرو هو الأول وأدوس له إنتر أو أدوس مسطرة فأدوس إنتر. بيقول لك هفرمط المساحة كلها أول، اختار كلمة يس وإنتر. هنا عندك البيانات بتاعة الهوست نيم اللي هيبان عليها السيرفر بتاعك. تمام، احنا ما بنغيرش اي حاجه في كل اللي احنا بنعمله، بنعمل الاعدادات بتاعه الايباد. تمام، بعمل بحرف التاب وبتنقل للحاجات بتاعتي. شوف عندي الديفولت او الجيت واي بتاعي اللي انا عايز اختار ايباد معينه اشتغل عليها، فانا مثلا هشتغل على ايباد 192. معلش ارجع تاني، عندي غلطه في الايباد يا جماعه. 192.168.99. هكتب واحد، هنروح بقى الدي ان اس بتاعك هيكون 8.8.8.8. وانتوا عندك الايبيهات او الاي بي اللي انت هتستخدمه للنسخة اللي انت هتخش بيها عن طريق، فاكتب مثلا واحد، هيكون نفس الرينج بتاع الجيت واي 192.168.99.99. تمام كده يا جماعة، انا اخترت كده رقم عشوائي يكون سهل، وبعد كده ارجع بالتاب اختار اوكي وانتر، فيكمل هو تنصيب النسخة لحد الاخر وانتهى معاك. كل عملية كلها انتر وبنهاية الايبيهات بس ان شاء الله. هتكون دي اول مرحلة بس في تنصيب النسخة، وبعد كده هنروح للوحة الكنترول بانل بتاعة النسخة ونكمل بيت الشغل بتاعنا عليها، ونروح المرحلة التالتة على الماكروتك، ازاي نضيف الرياض بتاعتها، الربط بينها وبين الماكروتك. والمرحلة الرابعة ان شاء الله هتكون ازاي اعمل ترخيص، لان طبعا الموقع مش مجاني، فبيديك بس ترخيص ل50 كلاينت تشتغل بيهم او تجرب بيهم النسخة لمدة سنتين. طبعا في فكرة في الموضوع ده يا جماعة هنبقى نعملها ان انا اخليه بدل ما ياخد 50 كلاينت، لا انا اخليه كيش او 50 اي بي، اخليه ياخد من اي بي واحد من ال50، وانا خلال الاي بي دوت يبقى كل الطلبات عن طريق الاي بي ده. طبعا دي حركه لسه فيها تفكير وفيها شغل، هنحاول نعدل عليها ونشتغل بيها زي ما اشتغلت بيها قبل كده على ستاندر كاش. فكان يا جماعه اللي هو السبيدر دوت مع الريبتور كاش المنافسين للشهادات الداخليه، فطبعا ده له شهاده منفصله تتسطب على المتصفحات كلها، غير التندر كاش التنصيب بتاع الشهاده اوتوماتيك. طبعا كانت جت المشكله الاخيره مع الموقع في التندر كاش، ال HTTPS اتوقف او وقفوه او ظهر فيه تعديلات تانية او ابديت، فالتراخيص بتاعته كلها حتى اللي بفلوس وقفت التكييش بتاع HTTPS، او في حاجه مشكله في الموقع عندهم بيعدلوها او يصلحوها بيعملوها لسه ابديت. فالمنافس حاليا طبعا يا جماعه لسه خلصت اهيت، فبيقول لك الاي بي بتاعك هيكون 192.168.1.80.80. تمام، او هيكون عندك ليها كلمه سبيدر شرط اي بي 8080 البورت بتاع الدخول. هنشوف الكلام ده ونجرب مع بعض ان شاء الله. انتر، ونستنى يعمل ريبوت